هذه فيها شويه البلاده. سعيد غاش الحظر ذي اللايف باش تسند. لا قوة تجيبوا ذو الكونت اوفيسيال كريم وقولوا لينا هضروا معنا بالعربيه نفهموكم. اجي خرج من تما. صافي ليس سي بون. واش مسار سعيد الكونت؟ لا دير اللايف تقصر هو 100 واط تقصر هو كريمينو. احنا اخي محمد عطينا غير واحد الدقيقه لان كريم قال لي عندك السينيال، قلت له لا ما عنديش السينيال، عندي الكونت هذا الكونت الثالث وصافي كنديرو باش نقصر به ونضحك به ديال الجلد والسلخ. هذاك راه كان عاود السؤال. الاخ محمد سمعتك طرحتي السؤال، ولكن والله لا غير سمح لي الا بغيتي تعاود السؤال الاخ. ماشي مشكل. قلت لك يعني الانسان يكون الهدف ديالو ولا شي هدف ديالو يكون قابل للتحقيق، يعني ما يكونش سبب لمعاناه الاشخاص اخرين. ولا يعني مثلا بغيت نعطيك انا مثال بالصحراء. الصحراء عرفتيها فين وصلت؟ يعني اعترافات كثيره ودخلت اللجنه الرابعه والاتحاد الافريقي وهذه، ومع ذلك ان ديك الامور كلها الان دابا هي بدات قضيه الصحراء بصالح المغرب. الان بداو كيسحبوا وبدات تدي والاعترافات بدات كتكثر، وما صوروا والو بهذا المعنى، رغم انه ناس ماتت وحروب. نكمل تفضل نكمل. حروب وقعات ويعني واعلام وهذه، في حين ان قضيه الريف ما غادي غير شباب مساكن غادي يقدروا يتبعوك شي شباب وغادي يعانيو ويهربوا ويهاجروا على بلادهم كيما شي وحدين ما يقدروش يدخلوا بحالك انت وهذه، يعني غير معاناه ديال اشخاص فقط. هذا هو الربح من هذا الشيء اللي كدير. ناس غتعاني لا غير. اما في الافق لا ارى ان هناك افق لهذه المساله هذه، فقط معاناه لبعض الاشخاص. لماذا اتسبب انا في معاناه لاشخاص يقدروا يتصنتوا ليا يسبعوني شباب صغار؟ هذه يعني ما كتشوفش بانه هذا خطا؟ هذا نجاوبك الاخ محمد، خذ راحتك، سيكون عندك الصبر وصافي الاجابه كما احنا عندنا الصبر الاسئله ديالكم. اولا هو من يتقن الخطاب التعجيزي. الخطاب التعجيزي كيتقنوه جوج ديال الاشخاص. يا الانسان حقيقه اللي هو انتهازي او مصلحجي، اللي عنده مصلحه انه في هذا النظام يستمر، لانه ينغمس كيدير يدوب كما دابا كتهز طرف الخبز كتنغمس في الفساد. فهذاك الانسان دائما كيدير خطاب تعجيزي، كيقول لك دابا شداكم. لا بلاتي يا استاذ. انا كتكلم دابا كتكلم على النظام ولا كتكلم على استقلال الريف؟ لا انا ما كنتكلم لا على النظام ولا استقلال الريف. انا كنهضر الموضوع اللي بدرت فيه هو استقلال الريف اللي كطالبوا به. يا ودي خليني غير نجاوبك. انا تكلمت على الطريقه الصيغه باش باغي توصل دابا نتايا للراي العام. انا دابا يلاه كنرد على الطريقه اللي كتوصل بها للراي العام، انه ما بقاش مع مان وكاين واحد المجموعه ديال الناس الشباب. هذا كلامك ماشي ديالي انا. انه بزاف نتاع الشباب اللي غادي يمشيو ضحيه، اللي ما غاديش يقدروا يدخلوا المغرب، منهم انت سعيد ومنهم. وعطيتي لي المثال والنموذج بالصحراء، وشوفوا الصحراوه اللي عندهم القضيه ديالهم في الامم المتحده، في اللجنه الرابعه، في الامم الافريقيه وكذا وهذه كل هذا الكلام هذا انا كنرد عليك بالطريقه. كنقول لك من يتقن هذا النوع من الخطاب. شخصان. الشخص الاول هو واحد الانسان يعني يقتات من فتاه او اللي كيوصلوا من البلاط. يعني واحد الانسان اللي مصلحجي انتهازي منغمس في الفساد. وهزيت الطرف الخبز قلت لك بحال دابا انا الا هزيت هكا هنا انغمس في الفساد. يعني علاش كنفكر في مصلحتي انا فقط؟ كناكل طرف الخبز. فواحد الانسان اللي عنده قضيه انت خصك تضرب له ديك القضيه في الزيرو باي طريقه، ولو يكون خطاب، وهذا هو اللي قلت لك، تعجيزي تقزيمي الى اخره. صافي. المساله الثانيه، كاين النوع الاخر اللي هو مخزني بوليسي. الدور ديالو الوظيفه ديالو في عالم التواصل الاجتماعي فين ما شاف واحد المجموعه من الافراد نتاع ولاد الشعب اللي كيحاربوا الفساد، كيطلع داك البوليسي كيحاول يقول له
الا راك على الطريق الخطا، ها الطريق نتاع الصواب. يعني جوج نتاع النماذج انا عطيتهم لك، واختار وحده من هادو. الا ما كنتيش هكا غادي تكون هكا. علاش؟ يعني انت دابا ما عندكش ان الانسان يناقشك في الافكار، لا. يا اما ها ولا ها، لا راه كتناقشني. يا اما واحد منغمس خدام مثلا في شركه كيعيش وليداته وكياكل، هذا منغمس، هذا كيغمس. يعني الطريقه ديال التفكير يا صاحبي سعيد، يا سعيد، انا جاي. واش هذه هي الطريقه؟ هذا هو الانسان اللي كاين عندك. ما كاينش ناس كتناقش افكار. انا قلت لك بان الانسان الا بغى هدف خصو يكون قابل للتحقيق، ماشي يتسبب في مآسي ديال الناس وفي الاخير لا يكون اي شيء. هو عارف بانه ما غيكون اي شيء، فقط هو كيستافد من جهات اخرى وكيسبب الناس في مآسي. انا هذا هو اللي قصدت. وراه انا فهمتك، انا راني فهمتك، ولكن ما نقدرش اخويا العزيز الا ما انت ما فهمتيش كلامي. وانا راه ما نقدرش ندخلو لك بالسيف. انا احترم رايك على راسي وعينيا، انك انت ترى في اي واحد اليوم كيجي كيحارب الفساد كتقول له وراه مثلا دازوا قبل منك، داز عبد الرحمن لا 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 لا، ودابا كتقول لي حاربوا الفساد. دابا انت دابا ما كناقش معك على محاربه الفساد. محاربه الفساد ندخلوا لها جميعا. يا محمد انت دابا كتكلمني على الفساد في البلاد من طنجه للقويره، ولا كتكلم لي على الريف؟ يا اخي محمد لا ما تبقاش تخلط، الفساد كاع حنا معنيين بمحاربته. خذ الكلمه حتى تسالي. لا ولكن كتدخل لي الفساد وهذه والنظام وهذه. لا لا لا، تكلم لي انا على قضيه ديال الريف اللي انت من الناس دائمين لهذه المساله هذه فقط. خذ راحتك. ما كنت باش ما تدخلش ليا شي في شي، لان ملي كتخلط العرارم راه كلشي كيدوخ. انا كنتكلم على قضيه وحده. الا بغيتي الفساد انا معاك. الدوله كاين الفساد ويجب ان يحارب، والناس مناضلين هنا كيحاربوه. عاود شنو قلتي من الوطن؟ ماشي نمشي للجزائر ونبدا نحاربوا من عند شنقريها. وانت مشيتي عاود الجزائر. حيت انت مشيتي للجزائر ماشي انا اللي مشيت. انا مشيت للجزائر؟ ايوا ما مشيتيش للجزائر. يلا ودي واش تكلمت انا في اللايف على الجزائر دابا؟ وانا كنقول لك راه هذا هو الاشكال. هذا هو الاشكال. هذا هو علاش قلت لك خذ راحتك تكلم، ولكن فاش تسمع الرد خص يكون عندك واحد اتساع نتاع الخاطر. ما تخلطش ليا غير ما بين محاربه الفساد في المغرب ككل وما بين قضيه الريف. انا هضر معايا على قضيه الريف. ما غاديش تخليني نتكلم لان نتكلم انا غندير ميوت كاع. لان الاخ محمد هذه هي الطريقه اللي عطيتها لك فيها الاولى والثانيه. يا غادي تكون مخازني وباغي تستعمل ذاك الخطاب التعجيزي والتقزيمي باش تخلي الناس يشكوا في الكلام اللي كنقولوه، يا اما انتهازي مصلحجي كتاكل من المرقه نتاع البلاط كتوصلك ديك البركه وخايف على ديك البركه لا تطيرك، وكتبقى هذه الوظيفه ديالك الخاصه. صافي، هاد الجوج خديناهم حطيناهم. اجي دابا لعندي، واش بغيتي نتكلم معاك كريفي او كمغربي؟ ها يلا فتح دابا النقاش. اولا انا لا هذا ولا ذاك اللي ذكرتي، لا هذا ولا ذاك، لا هذا اللي دوا معاك كتقول خصك تحطو في هذا التصنيف، والتصنيف هذا خطا كيضرك قبل ما يضرني انا. غادي نثبتها لك اللي جا تثبتها لي. انا تثبتها لك في النقاش. واش تثبتها لي؟ واش انا عارف راسي؟ انت دابا غتعرفني راسي واقيلا. الخطاب ديالك يوحي. خطابي عن قناعه، كنتكلم معك عن قناعه وعن فكر. خلينا نديو ونجيبو في الكلام وغادي نثبت انك انت من هذا النوع. اوكي يلا دابا واش تناقشني كريفي ولا كمغربي؟ انا ما كرهتش ناقشك كمغربي، ولكن مع الاسف انت كتموقع نفسك كريفي. صافي، ريفي الاصل ما تقدرش نكرهها. ايوا انا دكاني الاصل. متشرفين متشرفين. اجي نناقشوا انا وياك كمغاربه. انت كتامن بانه هناك فساد؟ اي دوله فيها الفساد. امريكا براسها فيها، الدوله اللي انت فيها فساد. بلجيكا فيها الفساد بطبيعه الحال. اجي نبداو منها انا وياك من بلجيكا وانت من المغرب. انا نقول لك بان الملك ديال بلجيكا فاسد، قول لي انت الملك ديال المغرب بانه فاسد.
لا شوف اسمعني نقول لك، اسمعني. الملك ديال بلجيكا ماشي فاسد. الملك ديال بلجيكا ماشي فاسد. الملك ديال بلجيكا ماشي غندافع على الملك ديال بلجيكا اللي انت عنده. ياك كاين كان فاسد ما غتكونش عنده انت اصلا، عنده تما. ياك اسمعني، ياك قلتي انه بلجيكا فيها الفساد. شوف اسمعني نجي نرد عليك. الملك ديال المغرب ماشي فاسد. انا غير حاولت انا كنقول ماشي فاسد. شوف انا نقول لك علاش. انا رديت عليك، انا قلت لك الملك ديال المغرب الحمد لله ماشي فاسد. واسمع واخا صافي اسمعني. ايوا علاش بغيتي تديرو انت على حساب اللي حيت الملك ديال بلجيكا فاسد؟ الملك ديال المغرب تا هو فاسد. هو دابا شوف، طرحتي سؤال انا حاولت. انت اللي طرحتي سؤال ماشي انا. سولتيني على الملك ديال المغرب، انا كنسمعك. انت اللي طرحتي سؤال وجاوبتك. انا جاوبتك قلت لك، قلتي لي الفساد كاين في المغرب وكاين حتى في بلجيكا. قلت لك اوكي، وقفت تما. انا غنتكلم معاك كمغربي مقيم في بلجيكا، وانت غتكلم معايا كمغربي ما عرفتك حتى فين مقيم. انا في الدار البيضاء، ما في كازابلانكا. انت كتقول بان المغرب فيه الفساد، وانا غنقول لك بان بلجيكا فيه الفساد. هذا الكلام ديالك والكلام ديالي، وغادي نجيو غنقول لك بانه الفساد يتجلى في هذه المؤسسه وهذه المؤسسه وهذه المؤسسه، وكذلك بحكم انه بلجيكا فيها واحد الملك غائب عن كل ما يجري مثلا في البرلمان البلجيكي، فهذا الملك مازال ما عرفش الامور. ياك من حقي انا كنتقد الملك، شتي ننتقدو ونعبر على الراي ديالي، وما يقدرش شي واحد يجي يقول لي علاش كتقول هذا الكلام. لان علاش؟ لان مازال كاين واحد 10 15 20 30% في هذه الدوله فيها الديمقراطيه، فيها حريه التعبير. يلا وانت تكلم لي دابا على الفساد اللي عندك في المغرب، وفين غتحدث؟ انا غنتكلم لك. غتحدث عن عبد العزيز خنوش. انا غنتكلم عليك، لك غادي نرد عليك انا بلاتي هي احسن. يلا خذ راحتك، انا ندير الميوت حتى تسالي. اول حاجه حنا ماشي في الاوروب، اتونسيون. حنا في المغرب عندنا واحد 60 ولا 70% باقا ديال الاميه يا اخي. خاصك تعرف هذه القضيه. كاين بعض المرات اللي عطيتي شي واحد سلاح يقدر يضرب به راسو. اتونسيون، شي طفل صغير الا عطيتيه سكين قلتي لي يقطع بصله يقدر يقطع صبعو. فهمتيني؟ لا ودابا شوف، دابا انا كنتكلم معاك، نعطيك دابا شي نماذج ديال الديمقراطيه ديك اللي طلقات وصدق الروتور خطير من الرجوع من بعد. تونس مثلا يعني امور كان واحد الرجوع اللي خطير وكان مدمر. مصر مثلا مدمر، الرجوع كان مدمر. شوف راه المغرب راه الدوله الوحيده في العالم العربي اللي غاده بواحد الخطى حثيثه نحو الديمقراطيه اللي انت باغي. الشريف واسمعني وخليني نكمل. الفساد تكلمني على الفساد، انت راك هنا كتصبغ دابا. انا كنتكلم لك على الفساد، شنو واش كنتكلم لك اخويا؟ المغرب الدوله الوحيده اللي غادي في واحد النموذج وواحد الدوله. جميل جدا. شحال ما زرتيش المغرب؟ شحال ما زرتيش المغرب انت؟ عاود السؤال، شحال ما زرتيش؟ سؤال بسيط، انا والله ما عارف، عمري ما سمعتك رديتي على شي حد. انا سولتك انا الاخ شحال ما زرتيش المغرب؟ قبل ما توصل هذا السؤال، هذا سؤال بسيط، هذا صاحبي شخصيه ماشي شخصيه، هذا نقاش. هذا وانا جاي لك. شحال ما زرتيش المغرب؟ عطينا دقيقه. وين تجاوبني يا صاحبي؟ لا سؤال دخل هنا. فوقاش ما زرتيش المغرب؟ صافي ها هو دخل، غنجاوبك عليه. راه قلتي لي غنتكلم لك على الفساد. واش انت كتكلم لي على الفساد ولا هاز السطل ديال الصباغه وبديتي كتصبغ ليا في الدوله هنا؟ علاش كتكلم؟ وانت تتكلم على الفساد، فين هو الفساد اللي كتكلم لي عليه؟ خطى حادثه وخطى كذا وخطى. انت راك انا كتصبغ الشريف. انا اللي عايش في بلجيكا، في دوله الله اكبر على الحق، في دوله حديثه، دوله ديمقراطيه، دوله الحق والقانون وجدود، وما قلتش هذا الكلام وما قلتوش. وراسك كي معايا، واش كاين فساد ولا ما كاينش الفساد؟ كاين فساد. انت معايا دابا، واش انا نجي نناقش معاك الفساد؟ دابا جاي نناقشك انت في افكارك اللي هي مدمره. يا سبحان الله، دابا ناقش معايا بهذيك الافكار، ماشي غتناقش معايا. واش انا اجي الفساد يجي ندخلوا للبلاد نحاربوه بجوج، اجي يدخل للبلاد ماشي مريح ليا في بلجيكا وكتكلم لي على الفساد في المغرب. اسمعوا وخلي واحد الدري مسكين في الناظور ولا في هذه تاعك انت كيدير مشاكل غادي يمشي يشري راسو. راه راه العيب انت كتضرب مريح
مدبر على العاقه ديالك وهاني واكل مدوره معاك الجنرالات ومريح، كتقول لي الفساد في المغرب. الفساد في المغرب مريح في السكليه 4 تلفازات لا بيسين وهذه، وكتقول لي الفساد في المغرب. الى انا والله ما باغي نقطع لك الميكرو، لان وصلتي الرساله وما بغيتيش تخليني، وفي التالي كتقولوا سعيد البارصه ما كيعطيناش نتكلموا. راه كنعطيكم الوقت تتكلموا، مي ما كالتالي كتدصروا. انا كنتكلم معك على موضوع واحد وانت كتقول لي اجي ندخلوا نحاربوا الفساد، اجي ندخلوا نحاربوا الفساد. دخل الاخ ما ملكتي في بلجيكا ما تحاربش الفساد، اجي ندخل المغرب. كلم حتى تسالي، ولكن ما تقاطعنيش فاش نبغي. ولكن صوتك انا انت ما دخلتيش المغرب، ما جاوبتينيش من 2021. انا كون على يقين بانك ملي غتدخل المغرب ما غتعرفش ديك المنطقه اللي انت عايش فيها. انا متيقن والله ما تعرفها، انا متيقن. يتخطى لك كانوا كيصيفطوا لك فيديوهات وداك الشيء ولا هادي لا بروغرامين يا جدك. والله ما تعرفها، والله ما تعرفها. سول دوك جيرانك اللي كيجيو ولا صحابك اللي كيجيو اللي مساكن، والله ما تعرفها. باش تعرف ان المغرب كان غادي، قلت لك المغرب غادي في خطى فعلا غادي. صافي غير سكت. دابا واش تاكدتوا بالطبع بانه يا هذا يا هكا؟ تاكدتوا؟ اش باغي تقول ها ولا هكا؟ قلت لكم يا هذا يا هكا يا هكا، راه جوج. انا كنقول لك صراحه هذه حقيقه من نخزنوها. دابا انا فاش كنتكلم على واش تنميه المغرب نخزنوها ما نقولوهاش كاينه باش تبقى على خاطرك انت. والاخ محمد رغم الفساد، والاخ محمد زعما والو ما بغيتيش تخليني حتى انا نقول كلمتي. اصبر اصاحبي اصبر. هادو اللي هذا بعدا اللي كيصيفطكم عند سعيد البارصه، اقسم بالله الا كنقول له واش سير صاحبي صيفطني على حد، سير الله يعاونك صيفطني حتى عليه هضر معاك مصيفطو. انت وليتي خايف من تقاشرك، خايف منهم واقيلا. تحياتي انت وليتي خايف من تقاشرك يا صاحبي، تقاشرك وليتي خايف منهم. انا راه انسان عادي، انا راه كون عندي الحق ندير لك فيديو راني مريحه مع وليداتي عادي. خليني صيفطكم اللي يهضر معاكم وانت كترعدوا. خليني نتكلم. كون واقيلا كدوز من الزنقه يبقى يشوفك واحد يقول راه واقيلا مصيفطوا المخزن. انتما جمعوا راسكم شويه يا صاحبي. المخزن مسالي لك انت ولا مسالي لك لي انا؟ خليني غير ما تكلمش معاك انت بهذه الطريقه. يلا صافي تحياتي لك. واشرح لها عن حالتي. خصو يهضر وما خصكش انت تهضر. قلت له انا ما دخلتش للمغرب في 2021، وكان قلت له ما دخلتش للمغرب في 2023، غيقول لي شتي في المغرب والله حتى تخربق. هو دائما بوقرن غير كذب عليه. الا قلت له انا من 2021 ما دخلتش، يقول لك شي في 2022 المغرب تبدل. واذا قلت له في 2023 ما دخلتش، يقول لك في 2024 وفين هو ذاك المغرب انت اللي كتعرف. اجيبوا شي حاجه جديده. جيبوا شي حاجه جديده. احمضيتو قسما بالله الا احمضيتو. الحزقه، الجوع، الفقر، الهشاشه، الدعاره، التسول، العطش، الازمه، الهجره، كلشي هادشي ما كيشوفوش. المغرب زوين صاحبي، والله وكندخل المغرب حتى تهرب. المغرب صاحبي راه تقدم، زاد فين غارق في الخرا حتى الجدار. الدولة الوحيدة في العالم اللي واقيلا مغرقة راسها بالديون عند البنك الدولي. المغرب تباع بالغرامات. هم يعجبهم داك بوغر. هذا ماشي المنصة ديالها جيت تفسفس فيها وتدوز فيها تكذب، ونخليك تدوز الكذوب ديالك. انت غارق كريدي. انت المغرب ماشي ديالك، المغرب ديال البنك الدولي. انت ما كتسال فيه حتى وزه. غدا البنك الدولي يجي يحيد لك الدار ديالك، غتبقى غير كتشوف، والله ما تقدر تهضر. غدا البنك الدولي يجي يحيد لك الفلوس اللي عندك انت في البنكه ديالك، والله ما تهضر معاهم، والله ما تتكلم بالله. كتهضر ليا راه ماشي الروجه، هو بحال الروج، هو حلال. شو نقول لك ساعه البارصه راه كيضرب علينا الروج. يا سلام.
مهم. لونسيان سبا لي مهم، ماشي بحال الله يعطيك الصحة ودي الأخ بنان. غير كيحصل بنادم اللي كيحصل، ياك الحمد لله ما سبيتو ما عايرتو ما والو، راك حتى هو انسان محترم الصراحه. حاجه نختلفوا ولكن كيبقى انسان محترم، على الاقل ما سبناش. المغرب فيه الفساد، هو تكلم الحمد لله. السيادة الحاكمة الرشيدة ديال سيدنا طرقان بخير. المغرب فيه الفساد الحمد لله. السبيطارات حنا غاديين في تقدم مستمر. المغرب فيه الفساد ولكن الحمد لله سيدنا خرج واحد المبادرة ديال الشقق المواطنين. المغرب فيه والسيد كيسبق السيد ما دا ما جاب، هاز الشتاء وديك السطل ديال استرال وخدام الرقمق دابا جاب له الله، راه كيهضر على الفساد، راه هو كيهضر على الفساد، خدام يسبق طالق الشتاء، طالقه هاك كي وليدي. بحال شفتين اجاو قبال منك وهازين الدفاتر وهازين الستيلويات ومسلحين ويتكلموا. حنا كنهضروا غير داكشي اللي قسم الله ودا الاخ. البارح زهره كتقول لهم خصكم تحترسوا من سعيد البارصه. سعيد البارصه اخطر واحد في عالم التواصل الاجتماعي، حذاري منه لانه انسان ذكي ما كضحك عليكم زهره. اي والله انا غير على باب الله حاطيني السياسه. نطلع هاد الاخ احتمال هذا غيسبني ولا علمتني وزعما ما عرفتش. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين الاخ؟ منين الاخ؟ منين؟ الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك. واش مزيان؟ منين اخويا؟ منين؟ انا من كازا خويا، من كازا. مرحبا ناس كازا. انا من كازا خويا. مرحبا خويا، مرحبا. تفضل الله اخويا يحفظك يوسف. خويا، الله يبارك فيك. الله واش يحفظك. مزيان. وانا والله العظيم اخويا سعيد دابا كنتصنت لك، اقسم لك بالله جمله مفيده ما فهمتش منك. عادي حيت والله كناكل العظيم شي الجلبانه جمله مفيده ما فهم. ودي بصحتك. هاد الساعه هادي راني كناكل الجلبانه واللحم، ما عمرك ما غادي تسمعني. حنا الجلبانه واللحم حنا طلعت لينا في راسنا. بصحتك اسيدي بصحتك. حنا شبعانين اخويا اللهم لك الحمد. تي يلاه اول مره تاكل الجلبانه واللحم، حنا راه شبعانين اخويا. مرحبا. حنا ماشي بموضوع ديال الجلبانه واللحم، حنا في اوروبا. انا بغيت نناقش معك واحد الموضوع. تفضل خذ راحتك. بغيت نناقش معك واحد الموضوع مهم. بحالاش اول حاجه انت بعدا معايش بعدا في هذه البلاد هذه، ياك انت معايش في هذه البلاد هذه، تقول لهم تصنتوا وما تصنتوش. تصنت لي انت، انا كندوي معاك انت كشخص. اول حاجه انت معايش في هذه البلاد هذه. قلت لك راني كنسمعك زعما واخا ما كنهضرش. يعني انت ما كتعرف حتى شي حاجه في هذه البلاد هذه، يعني كاع داك الشيء اللي كيوصلك. مرحبا سيدي مرحبا. قلت لك اول حاجه انت بعدا معايش بعدا في هذه البلاد هذه، يعني كاع داك الشيء اللي كيوصلك راه ربما يكون غلط، ربما شي واحد ما كيبغيش الخير لهذه البلاد هذه، كيوصل لك الجمله غلطه. يعني انت ما تحكمش على واحد القضيه، قال لك اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني ما خصكش تحكم على واحد الحاجه انت ما شايفهاش. واش دابا شايف المغرب كي داير؟ جاوبني على هذا السؤال هذا. وتبينوا هم الايات. ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. زيد سيدي.
واش انت عايش في هذه البلاد هذه؟ نعم عايش فيها بيان سور. زيد اخويا تفضل، سولتك جاوبني فين عايش فيها؟ انت عايش برا اخويا، انت ما عايش في هذه البلاد هذه. هذا لا يعني انني ما كنت فاش كتشوف في هذه البلاد هذه؟ اش كتشوف؟ اسمعني نقول واحد الكلمه، اسمعني حنا عندنا يوسف ما عندي لا صداع لا والو الحمد لله. لا والله الا عندك صداع تما الدراري موراك ولا شي حاجه خويا. شوف واسمعني، بعيد على الصداع انا الحمد لله، راه الدار كبيره. اسمعني الله يحفظك. لا ما كاين حدايا حتى بعادين عليا. يا اسمعني مرحبا. راه عندك تفضل اخويا. ماشي نكذب عليك. ايوا كنسمع عندك تما راود الاطفال. واخا صافي واخا بلا قول لهم يسكتوا. سدوا. مرحبا سيدي مرحبا. الله يرضي عليك كنقول تفضل. نعم سيدي انا احتراما. مرحبا. هذو راه وليداتي، احترم راسك شويه، احترم راسك. مرحبا اخويا تفضل. انا هذا واقعين ديالي. تفضل. راه قلت لك ولاد. يلا تفضل اخويا تفضل. راه قلت لك ولادك احتراما للاسره ديالك، لا تمشي نسمعوا الصوت نتاع الزوجه ديالك او الام ديالك او لا احتراما تجنب. عطيك ثقه سير لشي بلاصه بعيده وتكلم معايا، انا عندي الوقت اخويا نهضر معاك. فهمتي؟ مرحبا اخويا تفضل اخويا. ايوا شتي واش كتقول لي انت؟ تفضل قنعني. تفضل. واش انا سبيت لك ولادك على ايه؟ مرحبا اخويا. على ايه؟ ماشي من الضروره انه الانسان تفضل سيدي يكون عايش في واحد البلاد باش يعرف اشنو هي الاوضاع اللي كاينه في ديك البلاد. قادر انك اليوم عايش انت في المغرب، واش بالله عليك ما كتطلعش الاوضاع اللي كاينه اليوم في غزه؟ كتبع الاوضاع اللي كاينه في غزه. طيب اييه اللي كتعرف عارفين دابا الحمد لله القنوات كتعرف الاوضاع اللي كاينه في العالم كامل. يعني قادر تعرف بانه هناك قصف وهناك قتل وهناك جرحى وهناك فقر وهناك اموات وهناك منازل تهدم و و و و و الى اخره. هذا الشيء كله غادي تعرفه وانت ما جالسش معهم حتى دقيقه. صافي. نعم اييه. شكرا. انا فاش كنكون كنهضر على المغرب تفضل كذلك كنعرف كل صغيره وكبيره على بلادي بحكم انني انتمي الى تلك البقعه الارضيه. كنعرف بانه النهار اللي كيتقطع الماء في المغرب راه كيتقطع الماء، وكنعرف بانه الارتفاع. بلاتي نجاوبك بلاتي باش ما تدوش هذه المغالطه. بلاتي نجاوبك باش ما تدوش هذه المغالطه. اسمعني ساعي غنجاوبك باش ما تدوش هذه المغالطه هذه، لان غزه انت اللي كدوي عليها هذيك راه فيها جميع القنوات العالميه، يعني كتوصل الاخبار بدقه. فهمتيني ولا لا؟ ما تجبدش ليا غزه مع دوله الحمد لله مستقره وتقول لي انت الماء كيتقطع. انا نطلق لك دابا واش شاب عقلك ولا مسطي يا صاحبي؟ واش كتبغي دوز محمد السادس ما تقول الناس كتقول لي الماء كيتقطع؟ واش شويه لاباس؟ لا يوسف وانت سيدك هضره سير كلها صاحبي الله يهديك اصاحبي. ما تدوش هذه المغالطه. حنا بعدا لحدين اقسم لك بالله شوف انا انسان محترم. شوف زيد انا كتصمت لك. يقول محمد السادس اللي دار خذ صاحبي. راه الملك محمد السادس تكلم على أزمة الماء في المغرب. انا ماشي انا اللي كنقولها، محمد السادس. شنو؟ بلاتي نجاوبك. خليني نجاوبك. غتكذب صاحب الجلاله. وخليني نجاوبك. وخليني نجاوبك. سولتيني خليني نجاوبك. راه كيوصل له الصوت. مالك الله ينصرو واش قال لك كاينه ازمه مياه. خليني نجاوبك اصاحبي وخليني نجاوبك وما تبقاش تهضر بوحدك. مالك الله قال لك كاينه ازمه مياه، ولكن ما قالكش الماء مقطوع. قال لك الماء مقطوع. واش قال لك الماء مقطوع؟ قال لك الماء كيتقطع الديور. بغيتي نعطيك الدليل؟ لا جاوبني على هذا السؤال، انا هو السؤال بغيتك تجاوبني عليه. واش قال لك الماء كيتقطع الديور؟ دليل. اعطيني دليل اخويا. دليل. ياك عندك كاميرا؟ حل الكاميرا دابا. نحل الكاميرا دابا تشوف. واش حل الكاميرا تشوف؟ انا ساكن في الطابق الرابع ونحل لك تشوف الماء كي داير. ما تمرش عليا مغالطه صاحبي. شوف دوي معايا انا كشخص، انا ساكن في كازا ما عمر شي واحد تقطع عليه الماء. غير اسمعني. والله ما تبقاش تقول الملك محمد السادس قال ما كيتقطع. يلا هضر الاخ يوسف يرحم يمك. راه ما عندك الطيور ولا عندك؟ راه ماشي نورمال اصاحبي. عندي الطيور. ايوا راه ما نقدرش. عندي الطيور. راه غير معاك انت حصلت فانا انت عاد كاين الطيور. سكتوا انت هما. والله ماشي تسكتهم، راه ما كنسمعكش والله ما كنسمعك. يلا تكلم. اقطع فيهم الحكايه. تكلم يلا تكلم. راه بعاد عليا سبحان الله العظيم كيوصل الصوت. شوف
اخي شحال ندير لهم؟ قول لهم برا. تفضل اخويا تفضل. الله لا تفضل تفضل السي سعيد تفضل. عين واحد دقيقه. تفضل اخويا تفضل يلا. الحوار معك زوين اسيا تفضل زيد. انا شي حوايج والله العظيم ما سعيد اسمعني نقول لك شوف. انا اقسم لك بالله شوف انا والله ما كنبغي لك كذوب شوف. الله يحفظك الله يحفظك. لا هذه شوف ونقول لك واحد الكلمه صدقني دابا انت كل ما انسان قال لك الصراحه ما غاديش تبغيها والله ما غتبغيها. لا والله ما غتبغيها. حنا في هذه البلاد اقسم لك بالله انا مواطن بسيط بغيتي دير كاع فيديو تطلق الكاميرا نوريك شكون انا تصنت ليا. انا انسان بسيط كنشتغل الحمد لله بعرق كتافي بخير وعلى خير والله يا سيدي ما خصنا شي خير الحمد لله في هذه البلاد هذه. انا راه مشيت 4 ديال الدوله باش تعرف. اقسم لك بالله شوف الخير اللي كاين في هذه البلاد هذه ما كاين في شي ارض. انت كدوي على اوروبا حاله استثنائيه. راه جيت ندخل معك في التفاصيل ديال اوروبا وكيفاش اوروبا وكيفاش ولات اوروبا راه غادي نوليو واحد الحاجه شويه في حساسيه كبيره فهمتيني ولا لا؟ ولكن حنا مغاربه كنبقاو مغاربه عرب كنبقاو عرب المستوى ديالنا كعرب المستوى ديالنا كمغاربه حنا خرجنا الحمد لله نفتخر. خرجنا على العرب عاود شتي مشكل. شوف نفتخر التنطليه كنفتخروا الحمد لله بهذه البلاد هذه. اللهم لك الحمد على نعمه الامن والامان. هذه اول حاجه نعمه الامن والامان راه الحمد لله كيفتقدوها بزاف ديال الدول. اما حنا الحمد لله عايشين فيها الحمد لله. تخرج وقتاش ما بغيتي تدخل وقتاش ما بغيتي ما كاينش اللي اديك ما كاينش اللي الحمد لله. من هذه الناحيه هذه حنا غاديين الحمد لله في تحسن كما قال لك السيد اللي قبل مني. حيت ملي قال لك حنا غاديين في تقدم انت هذه الكلمه هذه ما بغيتيهاش. راه جيتي لكازا ايوس واش قادر شي لا جيتي لكازا غير خذ راحتك كيفاش خذ راحتك روح حتى تسعد. لا هضر اخويا سعيد هضر خذ راحتك حتى والله سيدي ما نقاطعك دوي تكلم مرحبا. حد دابا فاش كنسمعكم في اللايفات كتقولوا سعيد بارصه ما كيعطيناش المجال نطلعوا معاه ونناقشوه. وليش قلت لك والله الا بقيت كنضحك اصاحبي راه ضربت واحد النص ديال الفلفله حق ربي حبيبي لا طيرات ديال راه الصهد والله العظيم ما صحيت. لا واش هضرتي ما عجباتكش ولا شنو؟ بقيت كنضحك. ها جاوبني واش هضرتي ما عجباتكش؟ بقيت كنضحك ولا كنقول لك الواقع راه شوف ولكن علاش واش كتضحك عليا؟ كتسخر مني ولا كيفاش؟ ولا لا ما كتضحك؟ ولا كتضحك على هضرتي مثلا؟ ضحكتيني فاش قلتي لي واش غادي نسد الفم لهاد الطيور ولا هضرتي ما عجباتكش ولا شنو؟ فهمني علاش كتضحك؟ كيوصلك الامر واش ندير ليه؟ واش راه شي سكت شو قول لي اسكت هو مسكين راه ما غاديش. واه يا بابا الله يسمح لنا الله يسمح لنا. تفضل غسان تفضل. خاصني نخرج على برا لان كليت الفلفل قسما بالله بالله ناقص واش هادو الذنوب ديال والله الا الشنيف ديالك المغاربه مسخوت. شوف هادو الذنوب ديال المغاربه اللي كتبقى تعاير فيهم. احمد الله اللي ما قتلاتكش. هادو الذنوب ديال المغاربه راه شرفاء ذات منهم. شوف اسمعني نقول لك واحد الكلمه والله العظيم يا سعيد شوف صدقني انت من اين منطقه ريفي لا؟ انا ريفي انا ولد اكنول ولا شمالي؟ ريفي مشرفين اخويا مشرفين. انا اصلا الاصل ديالي من الريف. انا اصلا الاصل ديالنا حنا بن حمد فهمتيني ولا لا؟ تعرف بن حمد لا؟ بني احمد ولا بني محمد؟ واش بني محمد؟ بن حمد اللي حداك تما. لا بني حمد اصاحبي ماشي بني محمد. بني حمد راه بعيد على الحسيمه تقريبا شي 30 كيلومتر هكاك ولا 40 كيلومتر. المهم باش نلخص لك الامور خاصها شوف نقول لك واحد الكلمه والله العظيم شي صدقني انا كندوي معك دابا بصدق. انا راه انسان مواطن عادي باش ما تقولش هاد السيد هذا كذا ولا كذا. اقسم لك بالله
شي الحمد لله. الا كنقول لك انا واحد القضيه، البلاد الحمد لله غاديه في تحسن، وحنا كنطمعوا نكونوا في احسن كما كنا، وحنا غادي الحمد لله في تحسن، الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا ما كيخطاش بان الفساد راه ما خطا حتى شي قنت، فهمتيني؟ راه في الدول المتقدمه كاين الفساد، ولكن الحمد لله بالرغم من ذلك الحمد لله البلاد هذه اللهم لك الحمد. نتمنوا من الله عز وجل انهم يزيدوا يتقدموا ويديروا كما قلتي انت، يعني المواطن البسيط الحوايج اللي هو يستافد منهم المواطن البسيط. وحنا كنفتخروا الحمد لله يعني بهذا الشيء اللي كاين الحمد لله، يعني حنا غادي الحمد لله في تحسن، ما نكذبوش على الله اللهم لك الحمد. نلخصوا الامور يعني الحمد لله، ما نكذبوش على الله الحمد لله البلاد غاديه مزيان، ونتمنوا من الله عز وجل تكون احسن حال. يعني هذا هو اللي كنقولوا حنا، والله تعالى هو الموفق. هادشي اللي كاين. وكنشكرك بزاف على سعه الصدر ديالك اللي عطيتينا الوقت ديالك. واخا الطيور ما خلاوكش تاكل مزيان، ما خلاوكش تهضر. شوف والله العظيم بقيت كنهضر معاك والله حتى غنجاوبك، غتسولني ولا تنجاوبك بصراحه. يلا نعم عطيني غير دقيقه اخويا العزيز نجاوبك. ها عندك تما الطيور صاحبي، عرفتي كي كيديروا ولا راه مربين هادو اخويا، هادو راه مربين، راه غنمشي نجيبو لك، راه غنمشي نجيبو. كيجي دابا كيشوفني دخلت للدار كيبدا يغوت عليا كيقول لي خرجني من القفز. لا عندي داك الكالوبسات. دابا هو كيشوفني خصو يخرج من القفز، فهمتيني ولا لا؟ الا ما خرجتوش كيبقى يغوت. يا بسم الله، حيت مربين عندي في الدار كابرين عندي صغيورين. يا بسم الله والله العظيم. يستور داك الحمد لله. يستور داك اللي قيمه ضحشه. اقلع دابا الميكرو، قطع الميكرو ديالك، قطع دابا الميكرو خويا عز لاحظك. والله العظيم من كثر ما كنهضر معاك كنضحك، عضيت في واحد النص ديال الفلفله قسما بالله الا هادو عندي كيديروها قسما بالله الشنيف ديالي راهم غيطرطقوا على ايه. شوف انا فاش تكلمتي اخويا الكازاوي وقلتي لي بانه ما عرفتش بعدا حتى الهضره اللي جبتي، وقلت لك اودي راه عندك مشكل مثلا ديال ازمه الماء في المغرب، وماشي انا اللي كنقولها. قلت لي ودي انا غادي نفتح لك الروبيني وغادي نوريك الماء ديال الدار، ما عندي مشكله. غتلقى عندك الماء في الدار وتلقى عند جارك في الحومه الكارتي فين ساكن نتايا غتلقى فيه الدار، وهذه مساله عاديه. عفوا غتلقى فيه الماء وهذه مساله عاديه. ولكن مثلا في الكارتي الاخر ما غاديش تلقى عندهم الماء. وكاينين عده مدن مغربيه، انا هذا عبد ربي اللي كنهضر معاك ما يحتاجش نمشي لك على اليمين ولا على اليسار، غادي تمشي لاخر جوج فيديوهات التوالى اللي عندي في اليوتيوب وفي الفيسبوك. اخر فيديوهات عندي توالى غادي تلقى فيهم واحد العشرات من المدن، عشرات من المدن المغربيه. حيت ما بغيتش نطول، انا حبست بحكم انه المتتبع اقتنع انه فاش كنجي كنقول له راه كاين ازمه ماء صالح للشرب، ماشي انا اللي كنقولها، الواقع. علاش انا كنقول لك انا كنتبع الاحداث نتاع البلاد، وماشي ضروري انني نكون فيها باش نتكلم. يعني ماشي بديك الطريقه اللي كتشوف انت خويا يوسف ولا الاخ اللي كان قبل منك. لازم الا بغيتي تحارب الفساد ادخل المغرب. هذا الكلام كيقولوه البوليسيين والمخزنيين، هما اللي كيقول لك اجي حارب الفساد من داخل المغرب، وهو عارف انه لمجرد ما غادي تدخل المغرب المصير ديالك مباشره غادي يكون في عكاشه. اذا لو كانت دوله الحق والقانون وكنا كنعترف ولينا كنامنوا بان المغرب الا بغيتي تحارب الفساد وتنتقد الفساد وغادي تكون حرا طليقا، كلنا غادي نكونوا كنديروا هذه الممارسه من داخل المغرب. لكن هذا الاخ اللي كان قبل منك انت خصني نعطيك الحجه والدليل بالاثباتات. كاينين قلت لك المئات نتاع المدن والقرى في المغرب اللي ما عندهمش الماء الصالح للشرب. اذا هذا دليل، ماشي انا كنقول لك غير كنت تقول لي ها هو الروبيني. حتى انا نعيط دابا للدار ديالنا في المغرب، غنعيط لداري غيقدروا يفتحوا الروبيني في الدار، ولكن غدا قادر انني نعيط غيقولوا لي سدوا علينا المسائل. سدوه علاش؟ الله اعلم. حتى العشيه ولا حتى الغد اللي مع 12 عاود 4 غادي يفتحوا. اذا هذه الظاهره كاينه، ماشي كنتكلم عليها. غنمشي لك للظاهره اخرى نتاع الهجره السريه، نتاع الهجره، الناس اللي كيقلبوا على تحسين الوضعيه ديالهم.
لو اليوم المغرب في تقدم، او المغرب ديك الثروات اللي عندنا يستفيد منها جميع المواطنين المغاربه، ما غاديش نكونوا حنا في اللائحه الاولى في الهجره السريه. اذا المغاربه ديالنا غيبقاو جالسين في المغرب واكلين شاربين بخير عايشين مزيان. ماشي انا اللي كنقول، وهادو مؤشرات كتخرج من داخل الدوله المغربيه، راه ماشي انا اللي كنقول اصاحبي. سي سعيد ممكن نجاوبك؟ بارك عليك بارك. ما تفتحش بزاف ديال الابو، ما تفتحش بزاف ديال الاقواس باش نستافدوا. شوف انا كنقول لك واحد الكلمه، انا عايش في الدار معلومات ما عمري في حياتي تشوفهم بالعين المجرده وبالاذن، غتشوف حاجه ملموسه. المواطن اليوم فاش واخا سي سعيد انا كنتحداك دابا، هذا تحدي بيني وبينك، انت ما جبتش لي فيديو، ممكن اي واحد يبتكر فيديو ويعطيه لك يصيفطوا لك، ماشي فيديو وانت غادي تشد داك الفيديو وتقطعن فيه. خليني نكمل لك، راه مشي انا نشد الحصار ديال روبيني، خليني نكمل. سي سعيد خليه يجاوبك، ما تعطينيش فيديو في 5 دقائق ولا 3 دقائق. ماشي الشوارع بالمئات اصاحبي وبالالاف. كيف تقنعني؟ راه كلام ماشي منطقي. سي با نورمال الدراري. انا راه فينا بلاصه وخرجوا في الرباط. عطيني انا مدينه وجاوبني، وحنا عايشين في المغرب ما عمرنا شفنا هادشي. ايوا راه انت ما عندهمش الماء يا خويا العزيز. راه يمكن اخويا يوسف ربما يكونوش. زيد اخويا تفضل. هذا دليل اخي يوسف. ودابا سولتيني انا خصني نجاوبك. واش بغيتي الدليل؟ انا نوريك الدلائل دابا، ماشي مشكل. نفتح لخويا ونوريك. انا عام هكا بغيت الدليل. خصني الدليل. عطي لي وريني الدليل. عندك تليفون ثاني؟ وريني التليفون ثاني اللي عندك. شوف ها هو التليفون. وريني الدليل. انت عندي شوف انت عندي فيه 4%. انا ما ندوز معايا بلا دليل. انا ممكن نقول لك اي حاجه دابا على اي دوله. عاين انا كنعطيك الدليل اخويا. انا ما عمري سمعت الماء تقطع في المغرب، اقسم لك بالله ما عمري سمعته. وانا ما عمر الماء تقطع عندي في الدار. هذه خصك تعرف واحد القضيه. راه كيوصل لك الكلام روطار اخويا. انا ممكن بيني وبينك غير واحد دقيقه، غير ما تتكلمش، سد الميكرو باش نفهم. الاخوان المتتبعين، واش كاين شي روطار بيني وبين الاخ؟ لان فاش كنهضر انا كتمشي واحد المده عاد كيتوصل بالكلام ديالي وكيرجع ليا، وهنا غادي نزيد نتخربق انا مع هذا الاخ. كاين اوكي صافي. اذا شوف اخويا يوسف، سمعني مزيان. انا قلت لك غير عطيني دقيقه. ها هو التليفون عندي، غير غادي ندير الشارجور وغادي نعطيك. اختار الفيديو، شور لي على مدينه، شور لي ديك الساعه. انت قول لي سعيد، انا بغيتك تقول لي على اكادير الطباق، نوريك. تقول لي خويا سعيد بغيت نهضر على وجده الطراق، غادي نطلع لك فيديو نتاع النت. هذا لا اسفي على المحمديه وهي غاديه، واختار فين بغيتي انت يا صاحبي. دابا كتسمعني؟ يلا افتح الميكرو ديالك. دابا انا نقول لك واحد الكلمه سعيد. دابا انت كتقول لي واحد الكلام انا ما غاديش نتقبله. انا اللي عايش في هذه البلاد هذه، ما عمري في حياتي سمعت شي مواطن مغربي. وانا راه قلت لك واحد القضيه، كنتعامل مع واحد 70% في المغاربه في المدن ديال المغاربه كاملين. وخليني نكمل. انا ما عمري سمعت شي واحد قال لك الماء كيتقطع في المغرب. انت كتسمع منك حتى اللي عايش برا. يعني هذا راه واحد الكلام اللي ما غاديش نتقبله انا الا ما عطيتينيش الدليل والشو بعينيه. ماشي تجبد لي واحد قاطع بشي سد الروبيني ديال الحصار، شي واحد ما كيبغيش الخير لهاد البلاد هادي، ويقول لك سعيد هو الروبيني راه الماء مقطوع هنا في المغرب. عطيني الدليل. شنو هو الدليل؟ هو ان واحد المنطقه كلها مقطوعه، ما يمكنش الماء يتقطع على واحد. هذه باش خصك تعرفها. انا واحد دقيقه. انا معك. ما خصناش نكونوا كنكذبوا على بعضياتنا. الحمد لله. شوف حنا من هذه الناحيه ديال الماء ما خصنا حتى شي خير. حنا راه الماء تبارك الله الجرادي كيتسقاو بالماء، كلشي كيمشي بالماء، بلا ما يبقى بنادم يكذب ويبدا بنادم يدخل شويه ديال راه الكذوب راه حرمهم الله. راه بنادم راه غيتحاسب على هذا الشيء هذا. راه ما نكذبوا هادشي ما غيزيدنا. انا هادشي هذا ضرني في نفسي وبغيت نجاوبك عليه. هذا هو علاش طلعت معك انا، لان شي حاجه اللي هي كذوب ما خصهاش تمرر على المغاربه. انت مغربي وانا مغربي، بجوج بينا مغاربه، وكاين ما نكذبوش على بعضياتنا. انت راك عايش في اوروبا وبرك كتقدم واحد المغالطات لواحد النسبه ديال المشاهدين عندك هنايا. انا هذا هو علاش طلعت انا باش نجاوبك. تفضل اخويا قدم لينا نشوفوا هذا الدليل هذا اللي عندك. دابا ما غاديش نعطيك واحد الدليل.
غادي تفضل. واسمعني، غادي نبقى نعطيك غير صبر حتى تقول لي بركه صافي. زيد اخويا كنسمع انت قلتي ما عمرك ما سمعتي. تقنعنيش انا. شوف المناطق اخويا انا كتنط لك غازي تقنعني بالدليل. انا ما نقدر تقنعني بالدليل. ايواس قنعني بالدليل. يا ربي سمحتي يديروا لك البواسر عادي يقول لك دابا انت طلبتيني. احترام واجب السي سعيد، احترم راسك شويه واعطيني الدليل. واش طلبتيني بالدليل؟ سد نعم، الميكرو، طلبت الدليل. سد الميكرو، اسمع ما تهضرش صافي الله يرحم والديك. خليني انا نهضر وديك الساعه حتى تقول لي انت حبس بركه اخي سعيد. غادي نبقى نعطيك بالمدن وبالقرى وبالمداشر. انت قلتي هو قال هو راه ما يقدرش ينكر. قال لك انا عمرني سمعت شي واحد في المغرب كيموت بالعطش. على بركه الله. اللي تنعانيو من هذا المشكل ديال الماء. عندك دوار السوامر، عين الحجر، هذوك تيتريح ولاد شاكر، وين حنا هذا الدوار فيه تقريبا 120 دار. 120 دار ما عندهاش الماء، تقريبا هذه 5 سنين ما عندهاش الماء كاع. تلحق هذا الوقت ديال الصيف واحد 5 سنين. هذا فيديو. لا بلاتي نجاوبك، لا بلاتي نجاوبك بلاتي. غير خليني عاين. نجاوب اصاحبي، خليني نجاوبك واحد بواحد باش تستافدوا. واحد يا بسبب ربي يا غير صاحبي. عاين، يا غير عاين اصاحبي. في التالي انت دير خليني نجاوبك على هذا الاول، وداك الساعه دوز فيديوهات وحدين اخرين. انت كتجبد لنا واحد الدواوير لان هادو ربما غيكونوا جاو في شي منطقه قاعله. انا متفق معك هذا الشيء هذا. غير عاين جبد لي مدون، جبد لي مدون في المغرب خاصه غير سكوت. جاوبني يا غير سكوت. انا قلت لك غنجي لك على الدواوير والقرى والمداشر وندخل لك القلب الرباط. فيك ما يسكت، فيك ما تسمع. ياك انت قلتي ما كاينش هادشي في المغرب. غنمشي معاك حتى تقول لي بركه ستوب سعيد. انا اقتنعت بانه كان موتوا بالعطش في المغرب، وانا داري ما على باليش ما مسوقش، حيت انا ما عايش في هذا باش تعرف، غير باش تفهم انني انا اكثر منك. انا ما كنموتوش بالعطش يا خويا، انا ما كنموتش بالعطش حنايا. ما يقدرش والله انا ما كنموتوش بالعطش. لا حنا المغاربه ما كنموتوش بالعطش، وكنتحداك انايا. وجبد لي الدليل يلا. جبد لي شي واحد دور اللي هو مسكين جا في شي منطقه قاحله بحال شي منطقه صحراويه. هادشي راه كاين في اي بلاد في العالم باش تعرف. الدول العربيه كاين شي بلايص راه والله لا لقيتي فيهم الماء واخا تحلموا، والله واخا تحلموا ما تلقاش فيه الماء. هادشي هذا خصك تعرفوا. صافي جاوبني، عطيني مدينه في المغرب. عطيني مدينه في كنا بالفعل صالح للشرب وما صالحش، وبالفعل جاءنا ان الماء غير صالح للشرب، وخرجنا بيان استنكاري، وكذلك راسلنا السيد وكيل العام وكذلك رئاسه النيابه العامه بالرباط بخصوص الموضوع. كنتفاجئوا خرج واحد البيان كيقول بان المياه صالحه للشرب. لكن الماء صالح للشرب يجوا المسؤولين وياخذوا واحد العينه ويشربوا منها، ونحن كساكنه غنشربوا من هذاك الماء وغنسكتوا. بالفعل ان الماء غير صالح للشرب فيه واحد الناتنه. هادشي كيرجع لندره تساقط المياه، وهنا كيطلعوا دوك غادي يجاوبك على هذا الفيديو هذا. بلاتي يجاوبك على هذا الفيديو، لا بلاتي يجاوبك على هذا الفيديو هذا. واش خليني نجاوبك انت صافي مالك صافي مالك يا غير ما يكون عندك سعه الصدر. لا خليني نجاوبك على فيديو ما تمرش على مغالطه. نجاوبك على فيديو غير عاين. لا خليني نجاوبك على هذا الاولاني. لا نجاوبك على هذا. مني نجاوبك على هذا دوز فيديو واحد اخر. هذا الفيديو هذا اللي كتنشر بان المواطنين كان وصلهم واحد الماء نيء. متفقين ماشي مقطوع عليهم الماء. انا جا كنجاوبك يا صاحبي، انا كنجاوبك. الوضعيه اللي كيمر بها المغرب هي وضعيه الجفاف. ربما اضطرت اننا نرجعوا لما يسمى بالتحليه، تحليه مياه البحر. لكن صراحه الجوده ديال المدينه مدينه اسفي جوده ماشي مزيانه، خصوصا في المذاق ولا في اللون. الاغلبيه ديال الساكنه كيشكيو من
من ما تغير اللون ديال الماء والمذاق ديالو. والاغلبيه يعني الناس ما كيشربوش، الغالبيه الناس راه كيلتجؤوا يعني كياخذوا الماء معبأ. بالتالي خاص تعاود النظر بزاف. بلاتي يجاوبك على هذا الفيديو هذا، خليه يجاوبك. لا خليه يجاوبك، جاوب خليه يجاوبك باش ما نطولوش بزاف. بلاتي خليه يجاوبك. كذب قول لي لا بخسران خليني نجاوب. ما كنكذبش انا، ما كنواجه. كان شوف كنت كنكذب شي كون كان ما عنديش لك الاجوبه. خليني نجاوبك اصاحبي، خليني نجاوبك. انكم ما كانش عندك الاجوبه كون راني نهبط لك في وجهك. اسمعني شوف حنا راه اسبوع ما كنخافوا حتى من شي واحد. اسمعني نجاوبك، اسمعني. هذا اللي كدوي عليه انت قلتي الماء مقطوع، حنا كنجاوبك على الماء المقطوع. هذا الشيء هذا اللي كدوي عليه. خليني نجاوبك اصاحبي. كتهرب والله، تا كتهرب والله الاخ، الله يهديك كتهرب. خليني نجاوبك ساعه. سعيد نقول لك واحد الكلمه، اقسم لك بالله لا عرفتك شكون نتايا. انا لا عرفتك شكون انت دابا. شوف هاد المنصه عندك تمطي. خليني نجاوب. ما ديرونجيش قلت لك سد الميكرو دابا. اسمع وزينه وما عندنا حتى شي واحد كيدافع على البنزينه، وما عندناش عباد الله. كل الساكنه ديال اسفي، وكنعاود نقول لكم اولاد اسفي، وراه هادو هما الرجال اللي كيشربوا الماء خالص، وراه هادو هما الساكنه اللي كتشرب الماء خالص. وهادي راه بتقتلنا عباد الله، والساكنه راه بتقتلنا، وهادي راه ما كتعطاش. صافي سيرتي صافي. اختار الفيديو باش نجاوبك، وخليه يجاوبك. الا كنتي شوف الا كنتي انسان شوف الا كنتي انسان موضوعي خليني نجاوبك. انا وقت هذاك الفيديو هاد المدينه ما كتصلحش. وقت هذاك الفيديو حنا دابا كي قالت الحاجه الاخت سمحنا في كل شيء. لا سي سعيد والله الا ضحكتيني بالله، والله تضحكتيني بالله، والله العظيم. هنا هذا دليل. زل هادشي كامل حطيناه على طرف وما هضرنا وما تكلمنا ما والو. ولكن فاش يمسونا في واحد الماده حيويه، هذاك هو لا يعقل انهم يوصلوا لدرجه انهم يعطونا الماء متلوث. السلام عليكم. عاين بغيت غنقول لهاد الناس اللي كيعطونا هذا الماء، عندهم شي واحد يجي يشرب الماء. لا خصو يجي هو يشربوا يذوقوا هو. اجي نتوما الحاجه عاود تزيد هنا. زيد. الو انطلاقا من يوم عيد الاضحى المبارك، والساكنه ديال مدينه برشيد تعاني الامرين سورتو في هذه الاحياء، انقطاع الماء بصفه ماشي بصفه مقتضبه واحد المده قصيره. اليوم بطوله ما كاينش حتى الثالثه صباحا الواحده بالليل. وحنا مع عيد الاضحى المبارك لقينا واحد الصعوبات كثيره جدا في انقطاع الماء. وهذه ماشي اول مره، ديما كيتكرر هذا المشكل ديال المياه. بغيت نعرف غير السبب، واش السبب هو الجفاف فعلا والاقتصاد او انه هناك اسباب اخرى حنا ما عرفناش. لان حنا واحد من الفلاحين الذين استفادوا من مياه محطة تحلية مياه البحر والموجهة الاخوان ما عرفتش والله، ما عرفت الفيديو مهم كيدور. ما بغيتش نزيد نطلع لوجده وندوز لزايو وندوز البركان وندوز الجراده وندوز السطات وندوز وزيدو. شحال قتني ندور لك انا المملكه المغربيه كلها باش انا نبقى نعطيك فيديو تقول لي ولا لان هذاك الماء كان عليه يديروا له شويه تاع المقعمات. ماشي المعقمات، لا كيديروا له واحد المقعمات. عاوتاني شتي دابا هذاك سميتو راه ماشي مشكل ديال الماء، لا غير هو عند المشكل انه دوك الديور كانوا رابوا ويلا كيعدلوا لهم القوادس باش يدوزوا الماء. عاوتاني في الفيديو الاخر لا راه ماشي مساله بانه الماء هذاك، راه كاين الماء غير هو فيه ريحه الخرا مثلا.
بنادم كيشم الماء وكيشم معاه كيشرب الماء وكيدير كيقول راه كنشم شي حاجه خريه مثلا، كنشم ريحه البول، الريحه الاخرى. لا، هو الدنيا هانيه، هو ما هذاك ماء، ولكن راه ماشي مساله انه ماء غير صالح للشرب، لا، هو راه الماء فيه البول وفيه الخرا مخلط مجلط. اش غادي دير؟ كي غادي تقنع السيد كيقول لك انا ما شكون اللي نافهم، شكون اللي فينا انا وياك عايش في المغرب؟ انا ولا انت؟ شكون اللي عايش في المغرب؟ شكون اللي دابا عايش؟ انا راه ما عايش في المغرب. شكون اللي متبع الاحداث والاوضاع الاجتماعيه نتاع المغرب؟ انت ما على بالكش انت ما مسوقش. علاش انا كنقول لك الفرق بيني وبينك؟ انا عندي الماء في الدار، ديالي. شتي علاش نهضر انا على الماء؟ شتي الفرق اللي بيني وبينك؟ لان انت مادام عندك الماء في الدار ديالك وهذاك اللي قدامك ما مسوقليش واش شارب ولا ما شاربش. هذا هو الفرق اللي بيني وبينك، وهذا هو الفرق اللي بيني وبينكم. انت عندك الطيور كيدير وج 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 وج، مربي الطيور، وبنادم ما عنده حتى باش يربي ولادو ما عندوش القوت اليومي نتاع ولادو. انت عندك الطيور وكتربيهم، سي نورمال، انت يمكن لاباس عليك بخير، الله اعلم، الله يزيدك، الله يعاونك. غادي تسوق انت لواحد حزاق مسكين ولد الشعب اللي مقوده عليه. لا، شحال نزيد لك الفيديوهات، شحال قديمه، وشحال ما غنزيد لك، وشحال ما غتكذب، شحال ما نزيد لك، وشحال ما تكذب. علاش؟ لان هكا الله عز وجل عملك البصيره ديالك صاحبي. الله عز وجل عملك البصيره، وبغيتي انا سعيد البارصه هذيك البصيره اللي عماها لك الله عز وجل انا نرجعها لك، نرجع لك. والبصيره ماشي هي العين المجرده، البصيره نتاع القلب. عرفتي شحال، عرفتي الا مشيت معاك في هاد المساله نتاع الماء الصالح للشرب، غادي تكره راسك، تعدف وتعف راسك. حق لا اله الا الله، حتى تعف راسك. راه ماشي مدينه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. باش تعرفوا، انا بديتك من الباديه اكسبري، لان مشيت لك الباديه. الناس البوادي مساكن، هذوك ماشي ناس، هذوك ماشي بشر، ما عندهمش الحق هما يكون عندهم الماء الصالح للشرب، وما عندهمش الحق تكون عندهم حتى هما الشبكه المائيه كتوصل حتى هما للنهر. لا، هذوك نسيتي. وانا عرفت غادي نبدا لك منهم باش تقول لي هذوك عايشين غير في الجبوله. انا عطيني المدينه، انا ندخل لك المدينه، انت كتقول لي ولا راه حيت الماء. راه ما بغيناش نمشيو لك شي حوايج اخرين، راه كاينين شي حوايج في المغرب تحشم تطلع وانت تقول انا مغربي، وحق ربي الحبيب حتى تحشم. الا كنتي مغربي حر تحشم، الا كنتي مغربي قح ولد الاصل والله حتى تحشم تقول انا مغربي. ولكن الا كنتي مغربي رخيص مدلول غتبغي تدافع على هاد الزباله هادي، وتبغي تدافع على هاد النوع، هاد النموذج اللي كنحاربوه. وانت الملك سيدك محمد السادس طلع وخطاب وقالوا مع ذلك حتى الملك خصك تكذبوا، لا هادشي